كان لازم بقى الحقكم لحد ما الكحك والبسكوت ده يخلص خالص. يا جماعة احنا مش هينفع نعامل الكحك والبسكوت على انه وجبة صحية كاملة. انا ما ينفعش ابدا ابدا ابتدي بيومي وافضل اسقف كوباية الشاي كده من اول ما اصحى. الكحك هنعامله معاملة الحلويات واي حاجة غير صحية احنا بناكلها، ومحدش طبعا يعترض ان الكحك ده من الحاجات الجميلة اللي بنعملها في العيد وان احنا مش هنحرم نفسنا منه. ولكن هو ليه طريقة في الاكل، ان انا باخده بعد وجبة كاملة. يعني ابدا ما ينفعش ان انا اخده على الريق الصبح مع كوبايه الشاي بتاعتي ولا الكلام ده كله. انا باخده بعد وجبه كامله، من كحكايه ل3 كحكات بالكتير قوي. سعراته حراريه كتيره، فكل اللي عملتيه في رمضان هتبوظيه في كحكتين 3. طب على ايه؟ يعني ربنا عطانا فرصه الصيام والحمد لله، ناس كتير وحالات كتير كلمتني انها خست في رمضان وعملت انجاز. ولكن هنضيع كل اللي بنعمله مع الكحك والبسكوت والغريبه والكلام الحلو ده.